السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم. أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مواعيد المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني ضمن الجولتين 19 و10 من تصفية كأس العالم 2026. المباراة الأولى ستكون أمام منتخب الصومال يوم 9 من أكتوبر المقبل على أرضية ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران بداية من الساعة 5 مساء. أما المباراة الثانية فستجمع الخضر بمنتخب أوغندا يوم 14 من أكتوبر على ملعب الشهيد حسين أيت أحمد بمدينة تيزي وزو أيضا على الساعة 5 مساء. وجاء ترتيب المجموعة السابعة مجموعة الجزائر على النحو التالي: 1. الجزائر 19 نقاط. 2. أوغندا 15 نقاط. 3. الموزمبيق 15 نقاط. 4. غينيا كوناكري 11 نقاط. 5. بوتسوانا 9 نقاط. 6. الصومال 1 نقطة. هاتان المواجهتان تكتسيان أهمية كبيرة في مشوار المنتخب الوطني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من أجل ضمان التأهل إلى مونديال 2026، ويحتاج إلى 3 نقاط فقط للتأهل رسميا إلى مونديال. برأيكم، هل سيتمكن الخضر من حسم التأهل مبكرا وتحقيق العلامة الكاملة في الجولتين المقبلتين؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد أخبار المنتخب الوطني أولا بأول.